قلتليش ايه اللي خلاك تختفي الفترة دي كلها؟ كارلو 2 بيرة. يس فريدريك. احنا اخر مرة شفنا بعض كان فين؟ هنا في النايت كلاب. بالظبط كده. ليلتها انت اخدت ماريا وروحت، صح؟ مظبوط. كانت ليلة مطينة بطين. ايه ده عليك انت كمان معقول؟ لا احكي لي بالظبط ايه اللي حصل. الست اللي اسمها انجي قفشتني في الاوضه مع ماريا وطردتني، ولما رحت لفرانز المينا هددني ان لو شافني هناك تاني هيقتلني. ها؟ هو فرانز انا عارف، ده ندل ومفتري وايده تقيلة قوي ويعملها. المهم انت عملت ايه؟ هعمل ايه يعني؟ قلبت عليك الدنيا وانت فص ملح وداب. يا فريدريك انا شفت ايام نمت مع المتشردين واكلت من الزباله وسرقت. ايه ده؟ تاني يا نبيل معقول؟ انت عبيط بقى ولا ايه؟ والله باين عليا عبيط فعلا. انا بفكر اسيب البلد دي وارجع، بس هرجع اقول لهم ايه؟ بس ما قلتليش انت بقى كنت فين؟ انا؟ انا كنت في السجن يا نبيل. السجن؟ يا ساتر يا رب، ليه كده؟ ما هو بعد ما انت اخدت ماريا ومشيت انا قلت هوصل ايفيتا لحد البيت. بعد ما وصلتها لقيت الطريق فاضي والجو جميل جدا، وانا كنت شارب سيجارتين جامدين جدا يا نبيل. قلت اتمشى شويه بالموتوسيكل وفتحت على الرابع ودوست بنزين على الاخر، ولا هممني لا اشارات ولا مرور ولا اي حاجه. وفجاه يا نبيل فجاه من تحت الارض لقيت عربيه بوليس طلعت لي، انا ما اعرفش دي طلعت منين. حاولت اهرب منه، لزق لي زي المغناطيس. ادخل يمين يدخل ورايا، ادخل شمال يدخل ورايا، لحد ما راح كاسر عليا وزنقني في الرصيف. انا بيني وبينك اضطريت اقف. وبعدين؟ حاولت ان انا اراضيه بقرشين حلوين لكن ما رضيش، واصر انه يفتشني. وللاسف ولسوء حظي يا نبيل ان انا كان معايا سجارتين متلخمين على الاخر، وده شافهم وراسه الف جزمه انه ياخدني على الاسم ويعمل لي محضر. خدوني على الاسم واتهموني بحيازه مخدرات ومحاوله رشوه ضابط بوليس. والامر من كده يا نبيل انه رماني في زنزانه انتوا جايبيني هنا ليه؟ اوعى! زي الكلب. انتوا جايبيني هنا ليه؟ ده سوء استغلال للسلطة! أنا هوديكم في 60 داهية! انتوا سايبيني هنا ليه؟ 4 أيام يا نبيل، 4 أيام بيحققوا معايا، عايزين يعرفوا أنا جبت المخدرات دي منين، لكن ما عرفوش ياخدوا مني ولا كلمة. أصل بيني وبينك المخدرات في ألمانيا هنا تبقى كارثة كبيرة قوي، كارثة ملهاش حل. وانت عملت ايه؟ اتصلت بواحد محامي صاحبي، جال الاسم وحاول وعمل المستحيل علشان يخرجني، لكن كانوا عايزين يلبسوني تهمة مخدرات ولا دل. لحد ما هير إيزاك أخد خبر. وعرف يعمل حاجه؟ نبيل اللي انت ما تعرفوش عن هير إيزاك انه شخصية جامدة جدا ومعروف جدا في ألمانيا، وأي حد بيعرفه بيعمل له 1000 حساب. ده قدر يخرجني منها كده. بيني وبينك جميله دوت انا مش هنساهوله، هفضل شايلهوله على راسي وهيفضل مغطيني من فوق لتحت. المهم انت ناوي تعمل ايه؟ لازم اشوف اي شغلانه يا فريدريك. نبيل انا عندي ليك حتة شغلانة. المينا برضو؟ لا المينا دي تنساها خالص. مدام فرانز قال لك مش هتحط رجلك في المينا يبقى فعلا مش هتعرف تحط رجلك في المينا. الشغلانة دي بره المينا خالص. ما شغلانه ايه بس؟ ما تحيرنيش معاك. هي شغلانة حلوة قوي يا نبيل، بس معرفش إذا كنت أنت هتوافق عليها ولا لأ. انا موافق. طب مش لما تعرف هي إيه الأول؟ من غير ما اعرف يا فريدريك اي حاجه اي حاجه. حتى لو كان ليها نسبة مخاطر يا نبيل. اشتغل في شغلانه فيها مخاطر ازاي يعني؟ بص يا نبيل الكلام مش هينفع هنا. احنا نروح البيت عندي ونقعد براحتنا نشرب ازازتين بيرة ونكمل كلامنا للآخر، أوكي؟